اهلا وسهلا ومرحبا بيكم في قناتي فرش عرايس للسويسة. معاكم ايتن عبدو. تعالوا النهارده نتفرج مع بعض على شقة عروسة وعريس جديدة، وعايزين اول ما ندخل من باب شقتهم نقول ما شاء الله اللهم بارك للعروسين يا رب. ربنا يرزقهم بالسعادة والفرح والهنا في حياتهم، ويبارك لهم في شقتهم وفي بيتهم، ويرزقهم قادر كريم يا رب بالذرية الصالحة. زي ما انتم شايفين كده ده شكل الريسبشن معانا، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. مقابل لباب الشقة على طول كان معانا سفرة، ومقابل للسفرة هنا الصالون. بما ان الصالون ما شاء الله حجمه كبير وقطعه برضو مش قليلة، يعني هو في 2 فوتيه وكنبتين ومعاه كمان 2 باف صغيرين. فده كده كان الشكل العام للصالون. اما بالنسبة للسفرة، السفرة مكونة من 6 كراسي، والسفرة محطوطة على باب الشقة أنا عارفة على طول، بس مكانش فيه توزيع تانية للريسبشن. احنا حاولنا نغير نظام بس مش نافع أي حاجة غير النظام اللي انتوا شايفينه ده. هما كانوا محتاجين السفرة عشان هياكلوا عليها. تمام. ومحطوط فوقيه السفرة على طول مراية زي فكرة الكونسول كده، تمام، أو زي المرايات اللي بتبقى موجودة فوق البوفيه، تخدم برضو اللي خارج برا الشقة. تمام. القطعة دي كانت موجودة مع الصالون، حاطط تحتيها باف صغير تبع الصالون برضو، والصالون ما شاء الله كان حجمه كبير. اما هنا حطينا الكنبه الكبيره في الجنب ده كده، وحطينا جنبها الشجره دي عشان تدي تاتش كده للمكان. اما الكنبه اللي حجمها اصغر حطيناها قدام الستاير بالظبط على طول عشان فكره الستاير نفسها تبان، وحطينا كده زي قطع فرو على الحرف بتاع الكنبه نفسها. حطينا هنا ال2 فوتيه عشان هنا في شغل جبسون بورد معمول، مكان الشاشه معمول رفوف كده، فحطينا كمان تحتيها الباف اللي هو تبع الصالون. وفي النص كده حطينا ترابيزة، انا بحب جدا على فكرة الترابيزات اللي هي البيضاوية، حطينا عليها شيالة الكحك وحطيت الوراقة وحطيت كمان الطفاية، يعني يعتبر الحاجات اللي بتخدم الصالون. كان جايبة السجاد بتاعها من عند ابو خالد، السجاد بقى واخد التاتش بتاع الكشمير اللي موجود في الصالون، والالوان بتاعه الدهانات مع الوان الصالون. اما بالنسبه للستاير كانت عامله الستاير بتاعتها عند المدثر اللي هو في الغريب عندنا هنا في السويس، ده نفس المكان اللي انا كنت عامله عنده الستاير بتاعتي في شقتي. الستاير بسيطه جدا، هي مكانتش حابه حاجه فيها تكلف يعني، وعامله الستاير اللي هي التل اللي تحت هي يعتبر اللي فيها شغل برضو واخد من روح الصالون. عايزه اقول لكم المكان ده مكان محترم جدا، واسعاره كمان كويسه جدا جدا. ده كده كان الشكل العام للريسبشن. احنا اتفرجنا كده يعتبر على كل التفاصيل اللي موجودة معانا. هندخل دلوقتي بقى افرجكم على بقية الشقة. ده كده شكل الجبسون بورد اللي في السقف، معمول شغل CNC فيه. تمام. والترابيزة سبحان الله بيضاوية، نفس فكرة النجفة اللي موجودة فوقيها، ويعتبر النجفة فوقيها بالظبط. تعالوا بقى دلوقتي ندخل نتفرج على المطبخ بكل تفاصيله. وبحب اوي السيراميك الهادي اللي ما يكونش فيه تفاصيل كتير، بيكون ناعم كده، وبرضه مفهوش بروز عشان ما يجمعش دهون عليه، خصوصا لو العروسة ما عندهاش شفاط. تمام. ده كده شكل المطبخ ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يبارك لها يا رب. فاول ما ندخل من المطبخ قدامنا على طول الديسبنسر، بعد الديسبنسر في هنا التلاجة بتاعتها كانت نوعها وايت بوينت. الغريب بقى في موضوع التلاجة ده ان هي كانت سخنة جدا جدا من الجنب، واغلب التلاجات الفترة دي بلاقيها بتسخن قوي من الجناب بتاعتها، فمش عارفة ده عادي ولا بيبقى فيه مشكلة في الموضوع. هنا بقى في الجنب ده حطينا الميكرويف، وحطينا الايرفراير، وفوقيه حطيت بقى بتاعه التوابل والزيت، كل الحاجات اللي هي ممكن تحتاجها جنب البوتاجاز. انا عارفه ان مكان الميكرويف هنا مش احسن حاجه عشان فتحه الميكرويف ما تجيش على البوتاجاز، بس ما كانش قدامها اوبشن تاني. المشكله ان الرخامه التانية هنا في وزره، فلما بتيجي تفتح الميكرويف ما كان فيه برضو مشكله. حطينا هنا الصواني، وحطيت هنا اطقم التوزيع والسكاكين، وهنا حطينا بقى الحاجات الخاصة بالكوفي كورنر كلها مع بعض، المجات الفناجيل سوري والمجات، وكمان الطقم بتاع الشاي والسكر والقهوة، والصينية اللي هتقدم عليها للضيوف، والكاتل، يعني كل الحاجات اللي هي ممكن تحتاجها للتقديم موجودة معاها في الجنب ده كامل. أما هنا الغسالة بتاعة الأطباق كان نوعها وايت بوينت برضو، نفس نوع التلاجة بالظبط. موجود هنا أدراج في أول المطبخ على طول، الأدراج متقسمة بين أدراج للرفايع وأدراج اللي هي البامب اللي هي اللي بيكون فيها البصل والثوم والحاجات اللي زي دي، هما الدرجين اللي تحت. هنا طبعا دي الضرفة اللي خاصة بالحوض،
والظرف اللي في الجناب دي اللي معمولة للحلل. طبعا الموضوع يعني محتاج ان حد يدخل شوية عشان يقدر ان هو يجيب الحلل من جوه. فحطينا اطقم الحلل بقى، فوق حطيت الاستانلس والتيفال، وتحت كان محطوط الجرانيت. هي كانت حابة الحلل اللي تستخدمها في الاول هي اللي ما تكون موجودة في اول رف. اما في الضرفة دي اتحط فيها بقى البلاستيكات وبعض من صواني الفرن، والضرفة اللي تحتيها او الرف اللي تحتيها كان موجود فيه الخزين. الضرفة دي انا اصلا كنت سايباها للخزين، بس هم اخدوا حاجات من الضرف التانية ووزعوها في الضرفة دي علشان يعني يبقى لحد ما في توازن. طبعا بيبقى احنا اساسي بنعمل حساب لضرفة خزين للعروسة. في الضرفة دي، الضرفة اللي هي فوق التلاجة، حطيت الطقم ده كامل مع بعضه، ورصيت جزء من الأطباق جوه، والباقي حطيت بقى الفناجيل والبراد والحاجات دي كلها على طرف الضرفة. تمام. هنا بقى معانا الضرفة دي حطيت لها طقم العشا ده كامل مع بعضه كده في أول رف قريب لإيديها ناحية البوتاجاز عشان هي لو حابة تستخدمه، وفوق حطيت لها الكوبايات الملونة دي كلها مع بعض. اما في الضرفة دي حطيت لها كوباية شاي، وحطيت معاها كوباية مية بإطار ذهبي، وفوق هنا حطيت لها البولات دي مع كوباية مية. تعالوا بقى نشوف الضرفة اللي فوق الشفاط على طول، حطيت لها فيها هنا البولات طواجن يعني، وحطيت معاها بقية الطقم الملامين، وكمان حطينا معاها بولات اللي هي الشوربة، ستاند كده فيه بولات شوربة. في الضرفة دي حطيت لها طقم قارورة كده في النص ومعاه كوبايات، ودخلت معاه طقمين كاسات ممكن تقدم منهم للضيوف. وهنا حطيت لها برضو فوق ما شاء الله طقمين كاسات، وحطيت معاهم طقم شربات في النص. وده كده كان الشكل العام للضرفة دي. تعالوا نشوف الضرفة اللي بعدها، هي اللي فيها المطبقية. اوكي. هنا حطيت لها طقم كوباية مية وكوباية عصير نفس الشكل بالظبط، وحطيت لها كوباية شاي وكوباية قهوة. ووزعت لها طبعا طقم الأطباق اللي هي هتغرف فيه أو هتستخدمه، اللي هو طقم الميلامين اللي فيه بروز كده، تحسوه ملمسه مش يعني مش أملس، فيه كده سنة بروز. أما هنا بقى وزعت لها كل الأجهزة بتاعتها، والحلو إن الأجهزة بتاعتها كلها ألوانها واحدة، يعني تحسوها كلها كأنها جهاز واحد. حطيت لها مضرب البيض، وحطيت لها الكبة، وحطيت لها الكيتشن ماشين كامل، وحطيت لها كمان التوستر. تمام. وحطينا الهاند بلندر، وكده وزعت لها كل الأجهزة هنا. فوق هنا حطيت لها طقم السمك، وحطيت معاه طقم كوباية مية وعصير، ودخلت معاه كمان بولات كده بإطار ذهبي. وكان ده الشكل العام للضرفة اللي فوق. تمام. وبكده يعتبر احنا اتفرجنا على كل التفاصيل اللي موجودة الخاصة بالمطبخ. ربنا يا رب يبارك لها في كل حاجتها ويهنيها بيها قدر كريم يا رب. الضرفة اللي في جنب التلاجة على طول، دي ضرفة أدوات التنظيف، يعني من حيث المنظفات، وكمان المقشات والمساحات والحاجات اللي هي زي دي كلها موجودة فيها. هندخل دلوقتي نتفرج على التويلت. هو أول حاجة برضو معانا في الطرقة بعد المطبخ على طول. ربنا يبارك لهم يا رب. ده كده كان شكله. ممكن حاطة فيه السجادة اللي لونها اوف وايت دي، اللي هي برضو بتبقى فيها زي مادة، يعني زي طبقة عازلة كده من تحت، طبقة بلاستيك كانت عاملة وحدة تحت الرخام بتاع الحوض. طبعا الوحدات دي بتبقى كويسة جدا، بنستغل فيها المساحة نحط فيها كل الشاورات والشامبوهات والحاجات الخاصة بالتويلت، وكمان أدوات التنظيف. ما شاء الله كمان مساحة الطرقة كانت طويلة، ربنا يبارك يا رب. عايزة اقولكم العروسة كانت من اجمل العرايس بجد، والله العظيم كانت عسل. هي اذا كان هي او مامتها، كنت حاسه ان انا قاعده مع اختي، يعني كنا برضو كان في روح بهجه كده وسعاده ما بيننا، ربنا يصلح حالها. وعايزه اقول لكم الشقه دي تقريبا انا فرشها من رمضان اللي فات تقريبا، يعني يا في رمضان يا قبل رمضان يا بعد رمضان، في التوقيت ده اللي هو حرفيا بقالها فتره طويله. وبعتذر حقيقي العروسه ان انا بقالي فتره كبيره ما نزلتش الفيديو. هنا بقى معانا غرفه الاطفال، عملت لها طوق كده بسيط بالحبال على الباب، وحطت لها عليه الهيش ده مع ريشة طاووس كده تدي تاتش مع الألوان اللي موجودة في الريش اللي قدامكم في خلف السراير، اللي هي الورق الحائط اللي معمول ورا السراير بالظبط. تمام. ده كده كان الشكل العام للغرفة. وكان محطوط هنا الغسالة، والصرف بتاع الغسالة محطوط جوه الغرفة، مش موجودة في التويلت ولا موجودة في المطبخ. طبعا انتوا شايفين مساحة المطبخ صغيرة،
وفي التويلت اصلا البخار بتاع المية اللي بيكون موجود في التويلت ده بيبوظ الدنيا خالص، ممكن يبوظ الاجهزة. عملوا هنا كمان اللمامة بتاعة الستاير فيها ريشة كده، برضو نفس فكرة الريشة اللي موجودة في الورق الحائط. وده زي ما بقول لكم كده شكل الغسالة موجودة هنا في الجنب. المفروض ان هي كان هيركب لها الكفر بتاعها عشان برضو متبقاش ظاهرة. وللعلم انا نفسي اول ما اتجوزت اول شقة انا سكنت فيها كان غرفة النوم عندي كان فيها الغسالة بتاعة الملابس، فطبعا كنت مضطرة للموضوع ده يعني، لاني برضو كان الصرف بتاع الغسالة موجود عندي في غرفة النوم، وما كانش ليها اي مساحة تانية ان هي تتحط فيها. ده كده كان شكل دولاب غرفة الأطفال. طبعا بحب جدا دولاب غرفة الأطفال إن بيبقى فيه رسومات وفيه لحد ما تاتش بهجة يعني. حطيت لها فوق هنا كوفرتة مع لحاف، ودخلت معاها فوط أطفال، وهنا حطيت لها ملاية الأطفال ودخلت معاها بعض الفوط. أما في الرف اللي بعده هنا ظهرت لها الدفات بتاعة الأطفال، وجنبها حطيت البطاطين بتاعة الأطفال دخلتها في بعض وظهرت الرسمة بتاعتها. وهنا حطيت اللحاف وجنبه حطيت كوفرتة وحطيت عليها كده بعض الفوط بتاعة الأطفال. وري كده ايه رأيكم في رصة الدولاب بتاعة الأطفال؟ أنا بحس ان هو ما شاء الله بيبقى مبهج جدا. تعالوا نشوف الضرفة التانية مع بعض. حطيت لها هنا المفارش القطيفة مع بعضها كده، وفي النص حطيت لها فوط، وفوقيها حطيت دفات الأطفال، وجنبها برضو بعض الفوط الخاصة بدولاب الأطفال. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يهنيها يا رب. هنا فرشنا المفرش كده بشكل بسيط على السراير. ده كده كان الشكل العام ليها. بالنسبة للكومود هنا حطينا عليه الوراقة، وهو يعتبر كومود في تسريحة في نفس الوقت ان هو فيه فكرة المراية الطويلة دي، والله بتنفع جدا في بعض الأحيان. هنا بقى موجود الشاشة على الحيطة دي بحيث ان هي تخدم السريرين. تعالوا بقى ندخل كده على آخر حاجة معانا وهي غرفة النوم. عايز اقول لكم حبيت جدا الحرف اللي عملته لها على الباب ده، بص مش قادرة اوصف لكم يعني، حقيقي كنت بعمله بحب وكنت حابة تفاصيله جدا. فكرة الريش الطاووس اللي هي مش ريشة عادية، ريشة مختلفة عن الريش بتاع الطاووس العادي، فلفتها كده على شكل الحرف وحطيت ريشة نفسها ريشة كاملة بقى اللي هي الريشة المعتادة اللي احنا دايما بنشوفها. ودخلت معاها وردة اوف وايت مع ورد مجفف كده خفيف لونه اوف وايت نزل من الوردة نفسها، فكنت حباه بشكل مش متخيلينه. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يا رب يفرحها في كل حاجة عندها ويهنيها قادر يا كريم يا رب. هي عروسة بصراحة قمر وتستاهل كل خير، سواء هي او مامتها او خالتها. بصراحة كل الناس اللي كانوا موجودين كانوا ناس جميلة وشخصيتهم حلوة، برغم ان احنا بقالنا فترة انا فرشالة شقتها بس انا مش قادرة انساها. الناس الجميلة اللي الواحد بيتعامل معاها بتفضل سايبة انطباع كويس جواه وسايبة أثر طيب، مهما بيعدي على الواحد وقت بيفضل دايما فاكرهم بالخير. هنا بقى كانت عاملة ستاير فيها تشجيرة بسيطة، وكانت عاملة بقى العكس في السجاد، عاملة السجاد سادة تمام بحيث ان هي تبقى عاملة توازن يعني. ده كده كان شكل غرفة النوم. حطينا الرنر ده او القطع الفرو دي كده على السرير بالشكل ده، فرشت لها المفرش كده بشكل بسيط. هنا بقى حطينا الكوشن كده بشكل في كيرف كده للي داخل يشوفه. حطيت جنبها كده المناديل بتاعة كتب الكتاب. ده كده كان الشكل العام للستاير. الستاير كان نوعها قطيفة بس كان فيها رسمة فروع كده، فروع شجر رقيقة. وده كده كان شكل الستاير التل اللي من تحت شبه اللي عندي، بس دي فيها شغل في نصها يعني، انا اللي عندي في النص كلها سادة. ده كده كان شكل التسريحة عندها. طبعا قبل ما برص التسريحة بسأل العروسة حابة تحطي كل البرفانات بتاعتك. في عرايس تقولي لا انا عايزة بس البرفانات الاوريجينال ومش عايزة اي حاجة تاني على تسريحة. ممكن تقولي مثلا عايزة واحدة او اتنين. في عرايس تقولي لا انا عايزة البرفانات بتاعتي كلها وعايزة بعض من الميك اب او عايزة الميك اب كله على تسريحة. فحسب تفكير كل عروسة انا ببدأ ان انا انسق الحاجة اللي موجودة على تسريحة. فده كده كان الشكل العام للتسريحة بتاعت عروستنا. ربنا يا رب يهنيها بكل حاجة موجودة عندها، قادر يا كريم يا رب. تعالوا بقى نتفرج كده على شكل الدولاب، نتفرج على كل التفاصيل اللي موجودة فيه. متنسوش للعروسة كده تدعوا دعوة حلوة ان ربنا يهنيها في حياتها يا رب، يصلح حالها ويرزقها بالخير دايما يا رب. تعالوا بقى نتفرج كده على كل التفاصيل اللي موجودة معانا في دولاب غرفة النوم. ما شاء الله مساحة المفروشات كانت أكبر من مساحة الملابس في الدولاب، لأن هي الضرفة اللي في النص كانت ما شاء الله حجمها كبير. هنا حطيت لها البطانية دي وحطيت عليها شريطة ستان، ومعاها شريطة كده فيها زي كور كده صغنونة خفيفة كده شكلها رقيق.
فحبيت ان هي تديلها تاتش كده على الحرف. اما هنا حطيت لها اللحاف ده وحطيت الكيس بتاعه كده من بره يدي شكل الرسمه بتاعه اللحاف من جوه. هنا حطيت لها الكوفرته وحطيت لها معاها الملايات وفوقيها كده في كوفرته ستان. وهنا حطيت لها الفوط بتاعه السرير يعني الفوط الكبيره يعني، وحبيت ان انا ابرز الرسومات اللي عليها. تحت هنا حطيت ملايات وعليها برضو كوفرته ستان، وظهرت رسمه الكيس بتاعها وجنبها حطيت كوفرته. تمام، ده كده كان الشكل العام للجنب ده. تعالى نفتح الجنب التاني عشان ما شاء الله مساحة الضرفة الكبيرة اللي في النص دي ما بتساعدش ان انت تشوفي كل المفروشات مع بعضها، تشوفي جزء والجزء التاني لما بتفتحي الضرفة التانية. هنا حطيت المفرش الدفاية ده تحت، وحطيت جنب بعض الفوط، وفوق هنا حطيت برضو الفوط بالشكل ده. حاولت ان انا ابرز لها رسومات الورد اللي موجودة عليها او الاشكال اللي موجودة على الفوط عموما. ما شاء الله الفوط كلها كانت جايباها فيها نقشة حلوة. اما هنا حطيت لها كل الملايات المشجرة، ودخلت معاها كوفرتة برضو فيها تشجيرة بسيطة، وحطيت لها عليها هنا شريطة ستان بشريطة اللي هي اللي فيها فصوص رقيقة خالص، لونها اوف وايت رقيق ما فيهاش اي تفاصيل مزعجة. وعلى الرف اللي فوق جنب اللحاف حطيت المفرش القطيفة. وده كده كان شكل العام للمفروشات. عذرا انا بشرح بسرعة عشان انا كنت بصور برضو بسرعة، وما شاء الله اللهم بارك يا رب التفاصيل اللي موجودة في الدولاب كتير. وبكده فيديو النهاردة خلص. هسيب لكم لينك صفحة المدثر بتاع الستاير عشان لو حابين تتواصلوا معاه. وكمان متنسوش تدعوا العروسة دعوة حلوة ان ربنا يبارك لها في حياتها ويرزقها بالخير يا رب. واوعوا تنسوا تدعوا لاخواتنا الفلسطينيين، اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر قادر يا كريم يا رب. يا رب ينجيهم وينصرهم على كل من يعاديهم. وبكده فيديو النهاردة معانا خلص. كان معاكم أيتن عبدو، صاحبة قناة فرش عرايس للسويسة. السلام عليكم.